السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير وعواشركم مباركه. اليوم كيف كتشوفوا معايا غادي نوجدوا الرزيزه بواحد الطريقه سهله وبسيطه، وكيف ما كتشوفوا معايا كتجي ناجحه وكتجي هكا باينين هادوك الخويطات ديالها، كتجي رائعه وبطريقه سهله وبسيطه، وما يمكنش ما تنجحش معكم هاد الطريقه هادي. وغادي نبداو على بركه الله. هنايا عندي واحد كيلو ديال الدقيق الخاص بالحلويات. في كيلو ديال الدقيق اللي خاص بالحلويات كنديروا ربعة ديال الفينو، 250 غرام ديال الفينو ديال دقيق الفينو، وكنديروا الملحه حسب الذوق. صافي، وكنديروها باش كنعجنوها بالماء. كنعجنوها بالماء بارد ماشي مشكل، ماشي ضروري ديروا الماء سخون، كنديروا غير الماء بارد وكنخليوها كتلك. غير هي تكون العجينه قاصحه، ضروري تكون العجينه قاصحه، ما نديروش العجينه مرخوفه، لان الا درنا العجينه مرخوفه ما غتنجحش معنا الرزيزه. هنايا من بعد ما كنعجنوها كندلكوها مزيان، تنديروها حتى كتعجن كتدلك مزيان، وكنخليوها ترتاح على الاقل واحد ساعتين. ضروري كتبغي الراحه ترتاح، اولا تعجنوها في الليل وتخدموها في الصباح، المهم انها ترتاح على الاقل واحد ساعتين. هنا انا من بعد ما عجنتها وغطيتها وخليتها حتى ارتاحت، ورجعت باش غادي نقطع. هنايا على حسب انايا شحال بغيت هذاك الكبر ديال الرزيزه اللي بغيتها كبيره كنكبرها، بغيت هكا اللي يكونوا رزيزات صغار راني كندير القياس اللي بغيت. هنا انا قطعتها حسب الرغبه اللي بغى كل واحد يقطع، انا قطعت على هذا القياس هذا، وانتم ديروا القياس اللي بغيتو. ومن قبل راني درت الزبده ذوبتها وخلطتها مع الزيت. درت واحد 250 غرام ديال الزبده وزدت عليها نص لتر ديال الزيت، زيت المائده. صافي، وهنايا من بعد ما قطعت على هذا الشكل وحربلتها كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا باش تجيني سهله في الخدمه، غطيتها وخليتها ارتاحت مره اخرى. صافي، هنا كناخذ من بعد ما ذوبت هذاك الزيت كنطلقها على هذا الشكل، غير باش تسهل عليا انني ندوزها في الماكينه. كنطلقها على هذا الشكل هذا كامله، كنطلقها على هذا الشكل حتى كنطلقها، وكنولي نخوي عليها الزيت مع الزبده كلها، كنعمرها هكا بالزيت مع الزبده وكنولي نتنيها. هانتوما كتشوفوا معايا كندير عليها هكا الزيت اللي مخلط مع الزبده، كما قلت لكم 250 غرام ديال الزبده، زدت ليها نص لتر ديال الزيت. صافي، كنديرها على هذا الشكل هذا وكنستمر تنبقى كنطلق كاع هذوك الرزيزات اللي عندي. ضروري كتطلقوها على هذا الشكل غير باش كتسهل عليكم الخدمه، ملي كتجيو باش كدوزوها في الماكينه كدوزوها بسهوله. وكنديروا الزبده هنايا، غير ديروا الزبده ما تخافوش، وكنديروا شي اناء هكا باش كنبداو نطلقوا الرزيزه ديالنا، كتهبط لينا في شي اناء باش كان شي فائض ديال الزبده والزيت كيبقى لينا في هذاك الاناء اللي كنخدموا فيه. صافي، من بعد ما كندوزها في الماكينه كنعاود نزيد عليها الزبده والزيت وكنخليها حتى كنطلق شحال ما بغيت، جوج ولا ثلاثه، عاد كنبدا نشدها وندورها على يدي ولا على شي كاس. المهم نتوما كتختاروا الشكل اللي بغيتو ديروا، دوروا على الكاس هكا على الكاس كيجيكم اسهل. بغيتو انا كنقدر ندورها على يدي ماشي مشكل. وكان ضروري كنطلقها بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا، كنزيد نخدمها هكا تنجرها بيدي باش كيزيدوا يرققوا هذوك الخويطات ديال الرزيزه بالاستعانه مع بالزيت والزبده اللي مذوبين. صافي، كندورها على يدي اولا على شي كاس، انا غتشوفوا معايا حتى على الكاس. هنا من بعد ما كندورها كنحطها ترتاح، وضروري ما تزيروش وانتم كدوروا. كنزيد نخدم معكم وحده اخرى هنايا. هنا راه كندوزها والزيت راه كندير الزبده والزيت، ومن بعد ما كندوزها في الماكينه كنزيد نخدمها. ضروري هاد المرحله هادي نخدموها على هاد الشكل، وحنا كنجروها شويه بشويه حتى كتولي هادوك الخويطات كيوليو رقاق، ولكن ما نبركوش بيدينا هكا باش ما تلصقش لينا العجينه. كنخليوها هي كندوزوها في يدينا حتى كتطلق، وكندوروا على الكاس ولا على يدينا وكنحكوا بداك الشكل اللي كتشوفوا معايا حتى كندوروا الرزيزات ديالنا. هنا انا درتها وحده على يدي وحده على الكاس كيف ما كتشوفوا. صافي، وكنحيدها من الكاس تندير لها هكا باش كنحلها شويه، وما كنبركوش بيدينا باش ما نلصقوهاش، كنخدموا بشويه. صافي، هنا من بعد ما كندور هذوك الرزيزات اللي عندي كاملين كنبدا نجرهم وكنطلقهم على داك الشكل اللي شفتوا معايا. ما كنبداوش نخبطوا هكا بزاف، كنجروا بيدينا وكنقرصوا غير بشويه. صافي، كنشعل كنسخن المقله، ومن بعد حتى كتسخن كنقص عليها البوطه وكنطيبهم على نار متوسطه. ما نجهدوش البوطه هكا باش ما تشوطش لينا هذا الرزيزه ديالنا.
صافي كنبقى نقلبها على هاد الشكل هذا حتى كطيب. راها كتجي رائعة، كتجي ناجحة. هانتوما كيف كتشوفوا معايا كيجيو هادوك الخويطات هكا باينين. هانتوما كتجي ناجحة 100%، كتجي رائعة. صافي كنطيبوها وتنحمروها على هاد الشكل هذا، تنخليوها حتى كتحمر. هانتوما كتشوفوا النتيجة، وكنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. راها كتجي ناجحة، وبصحة والراحة، وشكرا على المتابعة.